انا لميت الحبايب على اكلة السمك البوري دي. جميلة جدا بجد. الطريقة سهلة وبسيطة، وهوريكي من اول التنظيف بيتنضف ازاي، وهنسويه مع بعض ازاي في البيت من غير اي تعب ولا مجهود. بجد طريقة سهلة جدا. تابعيني وشوفي الفيديو. بس السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واعذروني على صوتي عشان تعبانة. ويا رب النهاردة الفيديو يعجبكم، بجد جميل جدا. انا عندي السمك البوري ده سمك اسكندراني، وعندي برضو سمك بلطي. ده انا هشويه، بس هشويه مقفول مش هفتحه، البوري بس اللي هفتحه. فلو هتشويه في البيت وهتنضفيه في البيت، هتشيلي بس الحاجات دي بس، لكن القشر بتاعه هتسيبيه. يعني هتشيلي الزعانف بس، لان القشور بتاعته دي اللي هتحميه ان هو ما يلزقش في الحاجه اللي انت هتشوي فيها. تمام. بشيل بس الزعانف زي ما انت شايفه كده، لكن القشور لا. طالما انت هتشوي في البيت، انا هو بقولك التنظيف هيبقى كده بس، احنا مجرد ان احنا هنشيل الزعانف وهنشطفه. لو انت هتعمليه مقفول، لا هتفتحيه، يبقى بعد ما تشيلي الزعانف بتاعته هتسيبي القشور، وهنفتح البطن بس وننضفها. زي ما انت شايفة كده بفتح البطن، وهفتحها كده وهطلع بقى كل اللي فيها، وكمان هشيل الخياشيم دي كلها عشان دي بتعمل زفارة كتير جدا. زي ما انت شايفة كده البطن بشيل كل اللي فيها، ولما باجي بشطفها انا بخليها مفيهاش اي نقطة دم. وفي كده في السلسلة بتاعتها حاجات كده لونها احمر كده زي الدم كده، بتبقى لازقة جدا. دي ممكن تشيليها بايدك، او يعني بسن السكينة كده تعدي عليها عشان تفكها من اللحم نفسه. والشوك بتبقى لازقة كمان في الشوك كمان. فاحنا بننضفها كويس جدا عشان ده اللي بيجي يساعدنا ان السمك ما يكونش فيه اي ريحة زفارة. زي ما انتي شايفة كده، وتحت المية المية طبعا بتنزل بقى كل حاجة في السمكة. انتي بتعمليه بايدك، والمية بتبقى شغالة عشان كل حاجة تنزل على طول. التنظيف سهل وبسيط ان شاء الله، ومش هيغلبك ومش هتتعبي في حاجة. بس اعمليه بقى بنفس الطريقة كده، ان انتي اول حاجة كده ايه، لو هتشوي فعلا كده في البيت يبقى انتي تنضفيه بنفس الطريقة دي كده. السمك البلطي انا هشطفه بس، مش هعمله اي حاجة غير ان انا شلت الزعانف بس. ادي ده البلطي سبته زي ما هو مفتوح مقفول، وخليت واحدة بس مفتوحة. المفتوحة دي انا هعملها بنفس طريقة البوري. هشطفه بقى شطفة كمان، وهحطه بقى في اي حاجة زي كده، وهحط مية وكمون، وهعصر عليه ليمون. مش هقعده كتير في النقع يعني يعني 5 دقايق بالكتير، يعني ما تحطيهوش كتير عشان خاطر السمك بيبوش كده، وتلاقيه بقى طري قوي ومش ماسك نفسه. برضو نفس الحكاية في البولتي، انا هعمل نفس الحكاية. هحط برضو ليمون وكمون، والنقع برضو 5 دقايق بالكتير قوي. وبعد النقع انا بصفيه بالشكل ده عشان اي مية تنزل. وابدأ بقى ان انا املحه تمليحة رشة بسيطة كده بالشكل ده، يعني حاجة بسيطة جدا عشان احنا لسه هنحط في التتبيلة ملح. بس لازم الملح اللي احنا رشيناه في السمك ونسيبه بقى على جنب، ونعمل التتبيلة. عندي توم الكمية طبعا على قد السمك اللي عندك، وفلفل رومي هحطه برضو، مع فلفل حار وعصير الليمون. ليمون كتير بقى، يعني حطي وزودي في الليمون كتير. ونحط بقى ملح طبعا على قد، يعني اخلي اظبط الملح كويس. واحط كمون، وهحط كمان كزبرة ورشة شطة كده خفيف، واحط بعد كده الزيت، وهضربهم مع بعض في الكبة بالشكل ده. وكده التتبيلة بتاعتنا جاهزة، هنحطها في اي حاجة كده، طبق او اي حاجة، ونبدأ نتبل السمك. طبعا انا كنت طبعا رشيت الملح وسبته شوية عشان ياخد من طعم الملح، ويبقى طعمه حلو جدا. هحط بقى التتبيلة بتاعتنا كده بالمعلقة كده، ما تحطيش كتير قوي، يعني ان احنا بس يعني زي ما انت شايفة كده ما يبقاش كتير. وكده احنا جاهزين بقى نعمل الحشو بتاعها بطريقة سهلة وبسيطة.
وده السمك المقفول أنا رشيت له ملح بس، ما حطيتلوش أي حاجة تاني، ملح وليمون. طبعًا أنا عصرت ليمون برضه على السمك بعد أمّا تبّلته بالتوم. عندي هنا بقى إن أنا هاقطّع بصل وجزر، وهاحط بقدونس وكزبرة وشبت، هاقطّعهم برضه قطع صغيّرة بالشكل ده، وهاحط كمان التتبيلة اللي إحنا عملناها، هاخد منها معلقتين كده، وهاقلّب بقى كده وأضبّط الملح بتاعها برضه رشّة بسيطة جدًا، عشان إحنا حاطين ملح في السمك وملح في التتبيلة بتاعة التوم، فرشّة بسيطة اللي هي الخضار يتطعّم بس، مش عايزين نزوّد ملح. هنعصر بقى الليمون، نحط بقى ليمون بقى كتير، ونحط كزبرة، ونحط برضه الملح زي ما قُلنا، حاجة بسيطة بس نطعّم الخضار، ونقلّبهم مع بعض كده، ونبدأ نحشي السمك بالخضار بتاعنا ده. مش عايزة أملاها أوي، أنا عايزاها معقول جدًا زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا وعصرت ليمون زي ما أنتم شايفين، وعملت طحينة كمان جاهزة أهي كمان، هاسيبها على جنب. وعندي الردة برضه يعني هاكون مجهزاها عشان خاطر أبقى جاهزة للتسوية على طول. بشرت كمان جزر من الفتحة الصغيرة قوي، دي بقى التتبيلة اللي هنعملها للسمك بعد ما يستوي هنشربه بيها التشريبة بتاعته. بشرت الجزر وحطيته من التتبيلة اللي عملناها، وقطعت شبت قطع صغيرة، وهحط مية، وهنحط كمان الكزبرة وكمون، والملح هنظبطه وهنسيبها. انا بقى هعمل بابا غنوج، فشويت البتنجان زي ما انتم شايفين كده على النار من فوق او في الفرن، بس لو هتحطيه في الفرن اعملي له فتحة كده في الجنب عشان خاطر ما يفرقعش في الفرن، عشان احيانا بيفرقع، فهنعمل له فتحة بسيطة جدا. هقشرها كلها كده واحطها في الكبة، وهنحط كمان طحينة عشان طحينة يعني حوالي معلقتين، ومعلقتين من الزبادي عشان ما يبقاش فيه حموضة، ومن التتبيلة اللي احنا عملناها بتاعة الثوم هنحطها، وهنحط خل وليمون وملح وكمون وهنضربهم مع بعض، وهيبقى كده ما شاء الله جميل جدا وناعم جدا. وهنعمل بس طبق كده فيه فلفل حار عشان اللي يحب يعني الحار. هنا بقى هنعمل نشوي السمك. انا عندي الصينية دي انا بستخدمها للسمك والحاجات اللي زي كده. انا عندي جريل كتير، يعني عندي كذا جريل، بس بحب دي جدا مش عارفة ليه، ومش قادرة ان انا ارميها، يعني هي عندي بقالها كتير جدا. انا عملت بقى السمك، انا بجيب من تحت ما بجيبش اللي فوق، يعني ما ببدأش من اللي فوق، ببدأ من اللي تحت عشان بيكون شارب من الليمون كويس. فبجيبه وبحطه على طول في الردة، ببدره كده بالردة، وبحطه على الصينية بتاعتي او الجريل بتاعتي، وتكون سخنة جدا، وتكون سخنة سخنة بجد، يعني ما تكونش الدرجة بتاعتها منخفضة يعني او هادية، والنار عندي عالية. وبحطها على طول، مش بحركها خالص غير لما بلاقيها فكت خالص، لان ساعات بتبقى لازقة في الصينية، ويكون لونها اتغير من تحت، فبقلبها يمين على الوش فوق ووش تحت، مرة كده مرة كده لغاية الآخر. وكمان سلسلة الظهر بوقفها كده عشان خاطر السلسلة بتاعة الظهر تكون برضو مستوية معايا، وبخرجها زي ما انتم شايفين كده. بحط لها من التتبيلة بتاعة اللي احنا عملناها دي، اللي هي بالجزر زي ما انتم شايفين كده الدقة بتاعتها، يعني بتبقى جميلة جدًا. ودي الكمية كلها. أنا برضه شويت السمك البلطي، بس صراحة نسيت أصوّره. أنا شويته بنفس الطريقة برضه، حطيته في الردة على طول، باجيب من تحت لفوق عشان خاطر بيكون شارب من الليمون كويس، اللي تحت بيكون شارب كويس، وبعد كده باحطه في الردة، ونفس الحكاية باطلّعه بعد أمّا بياخد على الوشين ويستوي كويس، باطلّعه واحط له برضه من التشريبة بتاعتنا دي كده. جميل جدًا البوري. وأحلى حاجة إنه معمول في البيت بقى بنضافة وبمزاج وبحاجة كده جميلة جدًا. الأكلة اللي انتِ بتبقي عاملاها بإيدِك غير اللي من برّه، وبيبقى فيها فرحة وبركة في البيت. يا ريت بقى لو شُفتِ الفيديو وعجبِك ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد، ويا ريت تعملي لي share للفيديو، وشكرًا جدًا والسلام عليكم.